ناس كتير أول حاجة بتعملها أول ما بتصحى من النوم إنها بتدور على فنجان القهوة، وفي ناس لو ما شربوش قهوتهم الصبح بيبقوا مش قادرين يتعاملوا مع الناس، مش قادرين يفكروا، ومزاجهم بيبقى متدمر طول اليوم وقلبين وشهم لحد ما يشربوا فنجان القهوة بتاعهم. بتبدأ بقى الحياة تدب فيهم ويبدأوا يتعاملوا مع الناس. وفي اللي بيعتبر القهوة مشروب للمزاج أو الونس، اللي بيشربها وهو قاعد في الكافيه مع أصحابه، واللي بتبقى بالنسبة له روتين مقدس كل يوم الصبح، واللي مش ممكن يفتح كتاب أو يذاكر أو يشتغل من غيرها. طيب، هل القهوة فعلا سحرية كده؟ هل كل فوائدها جاية من الكافيين؟ وهل ممكن نكون بنشرب قهوة بطريقة غلط بتضرنا بدل ما تفيدنا؟ في الفيديو ده النهاردة هكلمكم عن كل حاجة تخص القهوة بالتفصيل، من أول الفوائد للأضرار للجرعة الصح، والفرق بين أنواع القهوة المختلفة، وأحسن وأسوأ وقت ممكن نشرب فيه القهوة علشان لما تشربها وانت عارف بالظبط ازاي تستفيد منها من غير ما تأذي نفسك. تابعوا الفيديو ده للآخر علشان تعرفوا كل المعلومات دي بالتفصيل، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو سبسكرايب للشانل علشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. ويلا حضر فنجان القهوة بتاعك ويلا بينا نبدأ. هلو، أنا آية بلال. تعرف إن جزء كبير من فوائد القهوة مش جاي من الكافيين بس؟ أول ما بنسمع كلمة قهوة على طول بنفكر في الكافيين، بس الحقيقة إن الفايدة الحقيقية منها مش بس في الكافيين، إنما في حبة القهوة نفسها. حبة القهوة دي مليانة مضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن اللي ليها دور كبير جدا في تحسين الصحة. الدراسات بتقول إن القهوة من أكتر المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، ودي مواد بتحارب الالتهابات الموجودة في الجسم وبتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والزهايمر. يعني حتى لو شربت قهوة منزوعة الكافيين هتفضل تاخد منها فوائد كتير، وده دليل إن الكافيين مش هو كل حاجة. خليني أول حاجة أقول لكم إيه هي مميزات القهوة وفوائدها الصحية. رقم واحد، تحسين الأداء العقلي والتركيز. القهوة بتساعد على تحسين الذاكرة والانتباه، وده لأنها بتأثر على الناقل العصبي اللي هو الأدينوسين، وبتقلل من الشعور بالتعب فبتحس إنك مركز أكتر. علشان كده في ناس كتير قوي ما بتعرفش تبدأ تذاكر أو تشتغل بتركيز من غير ما تشرب فنجان القهوة بتاعها. رقم اتنين، زيادة معدل الحرق. القهوة بتساعد في زيادة الحرق وبتخلي الجسم يحرق الدهون بكفاءة أعلى، وده سبب إن أغلب مكملات التخسيس فيها كافيين. ورقم 3، تقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية. في دراسات كتير أثبتت إن شرب القهوة بانتظام ممكن يقلل من خطر الإصابة بأمراض زي الزهايمر وباركنسون، لأن مضادات الأكسدة اللي فيها بتحمي خلايا المخ من التلف. ورقم 4، تحسين الأداء في التمارين الرياضية. القهوة بتساعد في تحسين الأداء البدني لأنها بتحفز إنتاج الأدرينالين، والأدرينالين ده بيزود الطاقة وقوة التحمل أثناء التمرين. ففنجان قهوة قبل التمرين بتاعك هيفرق جدا جدا في أدائك للتمرين. ورقم 5، تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع التاني. دراسات كتير لقت إن الناس اللي بتشرب القهوة بشكل منتظم بيكونوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع التاني، لأن القهوة بتحسن من حساسية الأنسولين. ورقم 6، تحسين المزاج وتقليل خطر الاكتئاب. الكافيين ليه تأثير مباشر على إفراز الدوبامين اللي بيساعد في تحسين المزاج وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة توصل ل20%. وزي ما أي حاجة في الدنيا ليها فوائد وأضرار، خلينا أقول لكم على أضرار القهوة وإزاي نقدر نتجنبها. أول حاجة، التأثير على النوم. شرب القهوة متأخر بيقلل من جودة النوم وممكن يسبب أرق ويخليك ما تعرفش تنام كويس، وده هيأثر على صحتك العامة. علشان كده المفروض ما تشربش قهوة قبل النوم ب6 ساعات على الأقل. رقم 2، ممكن تسبب لك توتر وقلق. لو بتاخد جرعات عالية من الكافيين ممكن تحس بتوتر أو زيادة في ضربات القلب، فالمفروض إنك ما تزودش عن 3 أو 4 كوبايات في اليوم بالكتير. رقم 3، ممكن ترفع لك ضغط الدم.
لو عندك ضغط عالي القهوة ممكن تأثر عليه، فحاول تقلل من استهلاكها أو تختار القهوة منزوعة الكافيين علشان ما يحصلش أي مشاكل في الضغط. ورقم 4، ممكن تسبب مشاكل في المعدة. القهوة ممكن تزود من الحموضة عند بعض الناس، فلو بتحس بوجع في المعدة بعد ما بتشرب القهوة جرب تقلل الكمية وتختار قهوة أقل حمضية. طيب إيه هو بقى الفرق بين أنواع القهوة المختلفة؟ أول نوع عندنا القهوة السوداء، ودي القهوة العادية أو الإسبريسو أو الأمريكانو. دي أنقى أشكال القهوة وبتاخد منها كل الفوايد من غير أي إضافات. وتاني نوع هي القهوة المفلترة زي الفرنش بريس والقهوة التركي. طريقة تحضيرها بتأثر على الطعم والقوام وبتدي تجربة مختلفة حسب طريقة التحضير. وتالت نوع هو القهوة السريعة زي النسكافيه والقهوة الفورية. دي بتبقى أقل في مضادات الأكسدة وأقل فوائد بسبب المعالجة اللي بتمر بيها، وغالبا بيكون فيها إضافات مش طبيعية. وغالبا دي أكتر نوع اللي ممكن يسبب مشاكل في المعدة. يعني انت ممكن يكون ما عندكش مشاكل مع القهوة نفسها، بس عندك مشكلة مع الإضافات اللي بتتحط عليها. فلو بتحس دايما ان معدتك بتتعبك بعد ما بتشرب نسكافيه أو القهوة سريعة التحضير، جرب تشرب قهوة طبيعية وشوف هيبقى فيه فرق ولا لأ. القهوة الطبيعية بتبقى مليانة مضادات أكسدة وطبيعية بنسبة 100% من غير أي إضافات. والقهوة السريعة دي بيتم معالجتها بطرق بتفقدها جزء كبير من الفايدة بتاعتها، وغالبا بيكون فيها مواد حافظة. ورابع نوع القهوة الباردة زي الآيس كوفي والكولد برو. دي بتكون الحمضية بتاعتها أقل من القهوة السخنة العادية وبتدي طعم أنعم وأخف على المعدة. قولولي في الكومنتات ايه اكتر نوع بتحبوا تشربوه من القهوة، وبتحب تجرب انواع مختلفة ولا مثبت على نوع واحد بس هو اللي انت بتشربه؟ ازاي بقى القهوة بتشتغل في الجسم؟ لما بتشرب القهوة الكافيين بيدخل الدم بسرعة وبيوصل للمخ، ولما بيوصل للمخ بيمنع تأثير الأدينوسين اللي هو المادة المسؤولة عن الإحساس بالتعب، فبتحس بنشاط أكتر. القهوة كمان بتساعد في إفراز الأدرينالين، وده اللي بيخليك فايق ومركز أكتر وعندك طاقة. أحسن وقت تشرب فيه القهوة هو الصبح بعد الفطار بساعتين أو قبل التمرين بنص ساعة أو ساعة. وأسوأ وقت تشرب فيه القهوة هو بعد العصر، لأن ده ممكن يأثر على النوم ويعمل لك أرق زي ما قلنا ويقلل من جودة نومك. وإنك تشرب القهوة على معدة فاضية ده يعتبر من أسوأ الأوقات اللي ممكن تشرب فيها قهوة. شرب القهوة على معدة فاضية ممكن يبقى عادة عند ناس كتير جدا، خصوصا اللي بيحبوا يبدأوا يومهم بفنجان قهوة قبل أي حاجة تاني. بس الحقيقة إن العادة دي ممكن تسبب مشاكل للمعدة وللجسم كمان بشكل عام. خليني أوضح لك ليه. أول حاجة هي بتسبب زيادة حموضة المعدة وارتجاع المريء. القهوة سواء كانت بكافيين أو منزوعة الكافيين بتحفز إفراز حمض المعدة اللي هو حمض الهيدروكلوريك أسيد، وده بيبقى خطر لما تكون المعدة فاضية وما فيهاش أكل يعادل الحمض ده. وتاني حاجة، لما تشرب قهوة على الريق ده بيحفز حركة الأمعاء بشكل سريع، وممكن يكون سبب في اضطراب الجهاز الهضمي، وأوقات بيعمل إسهال أو انتفاخات أو غازات في المعدة. وتالت حاجة إن القهوة بتساعد على رفع مستويات الكورتيزول، وده هرمون التوتر، وده طبيعي إنه بيفرز لوحده الصبح علشان يساعدك تصحى وتركز. فلما تشرب قهوة على معدة فاضية ده ممكن يسبب لك زيادة في التوتر والعصبية، قلق أو رعشة خفيفة عند بعض الناس، وزيادة في معدل ضربات القلب عند ناس تانية. إيه هي بقى الجرعة الصحية بتاعت القهوة؟ الجرعة الصحية بتساوي تقريبا 400 ملي جرام كافيين، وده بيعادل من 3 ل 4 كوبايات في اليوم. هقولك بقى على علامات بتساعدك تعرف إنك أخدت جرعة زيادة من الكافيين: تسارع ضربات القلب، رعشة في الجسم والإيدين، صداع أو دوخة، توتر أو قلق زيادة، مشاكل في النوم حتى لو شربت القهوة بدري. لو حسيت بالأعراض دي فأنت محتاج تقلل من استهلاكك للقهوة تدريجيا وتشرب كمية كبيرة من المية علشان تساعد جسمك يتخلص من الكافيين الزايد. القهوة مش مجرد مشروب منبه، هي مليانة فوايد صحية، بس المهم نشربها بطريقة صح ونبعد عن الأفورة فيها.
ولو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، واكتب لي في الكومنتات انت بتحب تشرب قهوتك ازاي، وايه الموضوعات الجاية اللي حابين ان اتكلم عليها معاكم.